الوسع ده بالنسبه لي احد اسباب معظم المشاكل بين الطبقات الاداريه جوه معظم الشركات، سببها في الوسع. ازاي؟ هو الوسع ده يعني غياب المعيار. انا كمدير او موظف شايف ان انا مطحون شغل، وانت كصاحب الشركه شايفني مقصر جدا في شغلي. مين اللي يحكم؟ لازم نحط معيار. عشان كده قالوا في حاجه اسمها KPI، صح؟ الKPI اللي بتقول انا شغال كويس ولا شغال وحش. فانت معظم الخناقات اللي انا شفتها في كل الشركات ايه؟ الراجل ده ضغطنا جدا وظالمنا، وليه بيقول علينا مش شغالين واحنا مطحونين رغم ان احنا مش مقصرين في حاجه. ده الواحد بيجي من 8 الصبح يروح 6 الصبح، والكلام بتاع المصريين الجميل ده. وتقعد مع الراجل تقول له يا عمي انا حاطط له تارجت ان هو يبيع مثلا ب 100,000 جنيه، هو ما جابش غير 30,000 جنيه. واقول له ليه؟ يقول لي ده لسه بايع امبارح ب 8,000 جنيه. طب ما هو انت لسه بايع امبارح بس طول الشهور وطول الاسابيع انت ما عملتش حاجه. فغياب المعيار بيخلي في حاله من الظلم. يا صاحب البيزنس او صاحب الشركه ما عندوش معيار، فبيقيس بالايه؟ بالانطباعات. وانا دايما بقول يا اما معطيات يا اما انطباعات. انطباع ايه؟ انا مش رايق النهارده فهشوط الناس كلها، انا رايق فهتلاقي الدنيا كلها ماشيه كويس. الموظف النهارده اشتغل، عايز الشركه تقعد تسقف، ما اشتغلش من الثلاثه اللي فاتوا، انا معذور وليا ظروفي وانتم مش حاسين بيا وانا اللي كنت ببيع وانا احسن واحد بعت في الشركه. غياب المعيار هو اللي انا بقول عليه في الواسع منه. تيجي تقول له انت هتحقق التارجت بتاعك ازاي؟ ده فاضل 4 شهور وانت اصلا في ال6 شهور اللي فاتوا ولا 7 شهور ما جبتوش. لا ما ان شاء الله خير واللي جاي احسن وبتاع، انا هشتري منك. بس في الاصل هنا في الواسع منه كلام. انا مؤمن جدا ان في فرق بين الاستراتيجي وبين الاوبريشن. انا مقتنع جدا ان دي عندنا فيها مشكله. لما اكون بتكلم معاك استراتيجي انا ما بتكلم من غير تفاصيل، لكن هننزل نتكلم على الاوبريشن وازاي هتنفذ التارجت، ازاي هتحوله. لازم تبقى عارف انت هتبيع ازاي كل اسبوع، هتبيع ازاي كل شهر، هتبيع في المنطقه دي ازاي مثلا. فلما يجي لك العميل ده هتعمل معاه ايه؟ في المشكله دي هتحلها ازاي؟ تقول لي لا ما انت سيبها على الله وما تقلقش وان شاء الله تتحل، وانا يعني ياما اشتغلت وانا خبره 10 سنين. انا بصراحه بستغرب جدا ازاي انت كمدير تشتري الكلام ده ما تشتروش من حد. عشان كده في مصطلح تاني ايه؟ ما تشتريش اللي بيتباع لك. انت لو عايز تبقى مدير ناجح ما تشتريش اللي بيتباع لك. ففي الواسع منه هو انت هتشتري اللي بيتباع لك. اللي عايز يدير الناس صح، واللي عايز ينجح شركته، واللي عايز يدير القسم بتاعه، والمدير اللي عايز يبقى ناجح، اوعى تشتري اللي بيتباع لك. واوعى تحس دايما ان مفيش معيار لقياس اي حاجه غير ان انا هصدقك. طب نحلف انا وانت؟ مش تمشي كده. يعني هي مش تمشي بالحلفان، هي المفروض تمشي ان انا عندي معيار انا وانت بنحاول نعيش. انا لازم اعذرك لو حصل عندك عامل ما او اكسترنال فاكتور ما، لكن انت في الاول والاخر ما ينفعش تقول لي ايه والله ان شاء الله ما تقلقش وهي دي احسن، ليس في الامكان افضل من مكان وانا عملت اللي عليا. ده كلام فارغ. ده كلام فارغ عمره ما هيقوم شركه. ده كلام فارغ عمره ما هيخليك توصل تبقى براند. مستحيل. حتى لو عملت نجاحات على المستوى القصير عمرك ما هتكمل. مستحيل. اوعى تشتري اللي بيتباع لك، اوعى تشتغل من غير معيار، اوعى تشتغل ان اللي بيتقال لك تشتريه.